الو. ايوه يا ريس. معلش يا ريس، انا كنت عايز اخد شهر اجازه بعد العيد. ايه هو ليه مفيش اجازات ليه؟ طب ما الاستاذ تهاني واخده شهر بعد. ايوه ماشي هتولد. طب ما هي يا ريس، هو ايه اللي ازاي؟ بص يا اكسلانس، انا بطالب باجازه شهر بعد العيد، والكلام ده مش ليا لوحدي، الكلام ده لكل الموظفين عشان نحافظ على نفسيه الموظف. فتره ما بعد العيد دي بتبقى اصعب فتره على اي موظف، زيها زي فتره اكتئاب ما بعد الولاده للست كده. هي الست بتبقى خايفه من الضغوطات والمسؤوليات، والموظف نفس الحاجه بالظبط. جيت انت كصاحب عمل قررت تكسر له الكومفورت زون وترجعه لضغوطات ومسؤوليات وشغل ما بيخلص، حاجه تقرف يعني. كل ده يا فندم هيأثر على نفسيته، مش هيخليه يطلع شغل حلو. يا ابني انت بترجع بعد العيد تبص على وشوش الموظفين في الشارع تحس ان هو رايح ينتحر ومش رايح الشغل خالص. النفسيه يا اكسلانس اهم من اي حاجه. الشغلانه اللي انت بتشتغلها وانت بالك رايق ومبسوط، بدل ما كانت هتاخد يومين هتاخد ساعتين زمن. فليه بقى الضغطه والزنقه والكلام ده؟ ما هو الشغل هيخلص. بس كده ما ينفعش يا عم. عارف اللي ما ينفعش يا عصام؟ ما ينفعش تاخد كل حاجه على صحتك النفسيه كده يا اخي. صحتك النفسيه اغلى من اي شيء. وهتصرف منين؟ يا عم طز في الفلوس ما دام صاحب الفلوس باله مش رايق. الله فشل. يا عم فشل، المهم ما نزلش الشغل بعد العيد. هتعملها ازاي دي؟ جيت لي في ملعبي. ليه؟ بص شويه شهادات مرضي كده. اصل ليا ابن خالتي في الصحه. قدامك حاجه منهم؟ هتديني اجازه بما يرضي الله ولا خدها انا بما لا يرضي الله؟